تسمع اليوم غادي يحمقك ديال بصح اكثر النظريات رعب اللي كاينين في الانترنت. ولا ما عرفتيش بحالاش غادي نبداو باول نظريه وانت غادي تفهمني شنو كنقول. هاد النظريه هادي كتقول بلي الميكروفون ديال التليفون ديالك ديما كيكون خدام، وهادشي اللي كيخلي الشركات يجمعوا عليك بزاف ديال المعلومات الشخصيه ديالك باش يستعملوها في الاعلانات ديالهم. هادي الصراحه ما نقدرش نقول عليها نظريه اكثر من انها تقدر تكون حقيقيه، حيت شحال من مره كتكون كتهضر مع شي صاحبك على شي سبرديله باغي تشريها مثلا، ملي كتقول له راه باغي تشري واحد التلفازه وراني كنلعب شي وحده مزيانه، شويه بوم كتلقى طالع عليك فيسبوك هي الاولى اولا في شي اعلان في يوتيوب اولا كيطلع لك اشاره في علي اكسبريس فيها شي تلفازه ولا شي حاجه. انا متاكد فايت طرا عليك هذا الموقف هذا وكاملين طرانا هذا الموقف هذا، حيت راه ماشي مصادفه وكما كنت كتعتقد. شحال هادي كان كيسحب لي باللي كانوا كيجمعوا علينا المعلومات عن طريق داكشي اللي كنا كنكتبوا في ميساجات مثلا ولا داكشي اللي كنبحثوا عليه، ولكن دابا عاد عرفت باللي لا، دوك المعلومات كيجمعوهم حيت كيكونوا كيسمعوا لك ديما. دوك البوتات كيتسناوك تقول لي شي كلمه مفتاحيه ولا التلفازه سبرديله دار، وهذه كافيه انهم كتخليهم يديروا خدمتهم ويحطوا لك داكشي اللي كنتي كتفكر فيه. كانت هذه النظريه الاولى، وقبل ما ندوزو النظريه الثانيه اللي معاك ديك لايك ودير شي كومونتير زوين راه فابور هادشي. هاد النظريه هذه كتقول بانه كيتم الخداع ديال بانه كاين شي منافسه ما بين الشركات. ما لاحظتوش باللي في اي بيزنس ولا في اي مجال كتلقى بالضبط جوج ديال الشركات اللي مسيطرين على داك الدومين، بحال مثلا ابل وسامسونج، كوكا كولا وبيبسي، اكس بوكس وبلاي ستيشن، اندرويد واي او اس، اتصالات واورانج، ديما وفي اي مجال. علاش كيكون بالضبط جوج شركات هما اللي مسيطرين؟ علاش ما تكونش زعما وحده هي احسن وحده، ولا مثلا يكونوا ثلاثه ولا اربعه؟ هنا فين غادي تبان هاد النظريه هذه، ولا حتى شي واحد ما كانت عنده الجرأه انه يفكر بها، واللي هي اشنو هو الا كانوا هذوك جوج شركات خدامين مع بعضياتهم وكيتعاونوا باش يحيدوا اي منافس دخل السوق جديد، حيت جوج ضد واحد راه ديما غادي يربحوا. وفي نفس الوقت كيعطيوك واحد الوهم ديال ان كاين شي منافسه ما بيناتهم، بينما هما في الحقيقه راه مع بعضياتهم. ان فاكت واحد المعلومه اللي ما كنتيش عارفها، سامسونج هي اللي كانت كتصنع الشاشات ديال اولي اللي كانوا كيداروا في الايفون اكس ديال ابل. كنظن لحد الان ابل كتجيب شاشات من عند سامسونج، اي دونت نو صراحه. ونظريه اخرى نيت في هذا الموضوع هذا كتقول الا كانوا هاد جوج شركات هذو اللي كيتنافسوا مع بعضياتهم هما اصلا شركه وحده، يعني داروا الانقسام هذا باش يخليو المستهلك يشري اكثر عدد ديال لي برودوي منهم، ودي شي حاجه تستاهل تفكر فيها. شيت. واحد نظريه اخرى تلقاها دكتور سترينج مولتيفيرس اوف مادنس، كتقول باللي فاش كتكون ناعم وكتحلم براسك كدير شي حاجه اولا كتحلم راسك في شي بلاصه، فهذاك الشيء اللي كتشوف هو نتايا في الحقيقه ولكن في كون واحد اخر. انا عارف بلي عقلك دابا بدا تهرب، ولكن خليك معايا واحد شويه. وحتى انت في داك الكون الاخر اللي فاش كيحلم براسك كيكون كيشوفك نتايا في هذا الكون هذا. هادشي شي شويه تيدوخ الراس، ولكن الناس اللي تعجبهم نظريات الاكوان المتعدده وانا عطيتكم فاش فكروا دابا في هذه الليله هذه. واحد النظريه اخرى اللي كتشبه لهذه تقريبا كتقول ان الا كانت فيك شي خاله اولا شي توحيمه بحال هذه مثلا، فهذه كتعني باللي تماك هذيك هي البلاصه كيفاش كنتي في الحياه السابقه ديالك. مثلا الا كانت عندك شي خاله في عنق الحياه اللي كنتي فيها من قبل، كنتي متي بديك الطريقه، ما نعرف شي واحد حشا فيك مسمى، كان عندك سرطان تماك ولا عضك شي حاجه تماك. دابا غندوزو لاقوى قضيه اولا اقوى نظريه تقدر تسمعها، واللي هي الرحله 370. 2014 واحد الطائره ماليزيه انتقلت من كوالالامبور وغادي تتجه نحو بيجين في الصين، ولكن شنو غادي يطرا انها عمرها ما غادي توصل للصين، ما عمرها غادي توصل حتى لشي بلاصه، حيت من 2014 الى يومنا هذا مازال ما تلقاتش الطائره ديال رحله 370. طياره قدها بوينت 977 مع 11 طاقم، 227 واحد كان راكب في داك الطائره اختفوا مع الطياره بحال هكا، وما تسمعت عليهم حتى شي حاجه الى يومنا هذا. من الدقيقه اللي اختفت فيها داك الطياره من الرادار طلقات فرق البحث البلاصه باش يشوفوا مالها الطياره مالها وشنو طرا ليها. كانوا كيقولوا غالبا غادي تكون طاحت في شي بلاصه، حيت ما يمكنش تبقى غير كطير، حيت راه غادي يتسالى ليها المازوت ولا ليسانس ولا ما عرف باش كتمشي الطياره وغادي تطيح في الاخر. وكان عندهم شحال من بلاصه محتمله واللي تقدر تكون الطياره طاحت فيها، ولكن حتى شي بلاصه ما فيها شي علامه ديال اصطدام. سو في 2017 تم رسميا الايقاف ديال هاد عمليه البحث والانقاذ، حيت 3 سنين ديال التقلاب وما لقاو حتى شي حاجه اللي تعاونهم يعرفوا فين مشات هاد الطياره كامله. وهاد عمليه البحث هذه تعتبرت ما بين اغلى عمليات طرات في التاريخ ديال الملاحه والتحليق، حيت خسروا عليها 155 مليون دولار مقابل حتى شي حاجه، زيرو معلومه اللي غادي تفيدهم وتخليهم فين اختفات رحله 360. كاينين بزاف ديال النظريات بخصوص هاد الرحله هذه، شي كيقول الطياره تعرضت للاختطاف من طرف ارهابيين، ولكن فاش داروا التحقيقات ديالهم لقاو باللي هذا الاحتمال مستبعد، حيتاش كاع دوك اللي كانوا راكبين في الطياره ما عندهمش الخبره ديال انهم يطيروا في بوين قدا غير القبطان ديال الطياره اللي كانت تما. اما احتمال ديال انها تحطمات في شي بلاصه، ما لقاو حتى شي طرف ديال الطياره ولا صغير وين الطياره هبطت في شي بلاصه هبوط عادي. ولكن علاش حتى واحد من دوك الناس اللي تماك ما قدروا يتواصلوا مع العالم الخارجي؟ ولحد الان واخا التقدم التكنولوجي كامل اللي وصلنا ليه، ما كاين حتى شي واحد في هذه الكره
الارضيه عارف شنو وقع لهاد الطياره. هادو فقط نظريات، ما يبي شي حاجه تعرف بالباك روم اي دونت نو، او لا يقدر يكون شي واحد عارف شنو طرا ولكن مخبيها لسبب ما نعرفها الصح. قول لي فيك تتوقع اختفت الطياره هذه وشنو طرا وشنو كتظن السبب اللي مخليه انه ما يهدرش ويقول شنو طرا لهاد الطياره هذه؟ صح باغي نقرا كومونتيرات ديالكم. عندي شي نظريات هاربين اكثر من هذا الخوت، الا بغيتو نحط لكم شي حاجه قولوا لها لي في كومونتيرات. وكان معكم بروكن، تشوفوا فيديو جديد وبيس.